السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الحلقة ديال اليوم هي السفوف المغربي الأصيل. غنقدمه لكم بطريقة تقليدية أصيلة. كما كتشوفوا كيجي معلق والمذاق كيجي غزال بزاف بزاف. تابعوا معايا الحلقة حتى الأخير. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات عندنا هنايا كيلو ديال الزنجلان اللي نقيناه مزيان وحمرناه وغسلناه كذلك وحمرناه في الفران اولا في المقله اللي بغيتو. وعندي هنايا كيلو ديال اللوز وزلافه ديال الكاوكاو اختياري. تقدروا ديروا في عوطو اللوز تكملوا باللوز اولا الكاوكاو كما بغيتو. انا كيعجبني السلو ديالي بالكاوكاو كيجي زوين بزاف كيعجبني. كتحمروهم كذلك في الفرن. كذلك غادي نحتاجو نص كاس نتاع القرفه ونص كاس نتاع النافع البلدي وكذلك المسكه الحره اللي طحنتها مع السكر واحد 2 معالق نتاع السكر الران. وهنايا بالنسبه للدقيق عندي كيلو ديال الدقيق. انا بالنسبه ليا استعملت دقيق القمح اللي كتحمروه كذلك. انا كنشري هيداك محمر من التعاونيه كيسهل عليا بزاف. نتوما تقدروا ديروا الدقيق الابيض الفورس كتحمروه في الفران اولا في الكوكوط اللي بغيتو حتى كيتذهب وكتغربلوه ضروري. هنا غادي نضيف نص كميه ديال الزنجلان اللي غادي نطحنها حتى يعني كتطحن بحال 3 ديال كتهرس 3 ديال الخطرات بهذه الطريقه هذه صافي. من بعد بالنسبه للكميه الاخرى النصف الاخر كنطحنوه حتى كنخرجوا منه الزيت ضروري باش ضروري تخرجوا منهم الزيت باش ما كنحتاجوش بزاف نتاع الدهون. كما شفتوا معايا هنا باقي غادي نطحن مزيان غير خاص شويه ديال الصبر وصافي. راه كتخرج كيخرجوا الدهون من الزنجلان لانه استعملنا الزنجلان البلدي كيخرج الدهون صافي. كتهبطوا هيدا من الجوانب وكطحنوا. الماكينه ديالكم تقدر هيدا تحبس شويه يعطيوها الراحه واحد نص ساعه صافي. من بعد كتكملوا كما شفتوا معايا الزنجلان ديالي يطلق ليا الزيت اللي دام بهذه الطريقه هذه صافي. كتضيفوا الكسعه ديالكم. بعد هنا كنطحن كذلك نفس الطريقه الكاوكاو حتى كيخرج الزيت ديالو. كما شفتوا معايا خرج ليا الزيت ديالو. هنا ضفت اختياري ضفت شويه ديال الروح ديال اللوز ماشي ضروري شي قطيرات وصافي. من بعد هنا الماكينه ديالي وقفات فكملت في هذه الماكينه هذه اللي كبيره. غادي نكمل نفس الطريقه نص ديال الكميه ديال اللوز غادي نهرمشها وصافي. غادي نخليه كونكاسي والنص اخر غادي نخرج منه الزبده ديال اللوز حتى كيطلق الزيت ديالو مزيان. نص الكميه راه كنخليها بحال هكا كما شفتوا معايا كيبقى مهرمش والنص اخر غادي نخرج منه الزيت بهذه الطريقه هذه. اتمنى ان الطريقه تكون شرحتها مزيان وصلتكم الفكره صافي. هنا كنجمع كلشي المكونات ديالي. هنا عندي القرفه نص كاس نتاع القرفه وكذلك نص كاس نتاع النافع البلدي. ضروري يكون نافع البلدي ما يكونش هذاك اللون ديالو خضر هذاك ما فيش المذاق نهائيا صافي. هنا كذلك ضفت كاس نتاع الزبده اللي نوازيت ضروري تحيدوا منها ديك الحليب اللي كيكون فيها كتخليوها تغلى مزيان حتى كيتبدل لها شويه اللون عاد كتضيفوها للخليط ديالكم. هنا غادي نعجن مزيان. كذلك ضفت القبصه ديال الملحه للخليط ديالي ضروري تضيفوا الملحه.
بالنسبه لي انا كنضيف ملعقه عامره صغيره ديال الملح صافي، وكنعجن السلو ديالي اولا السفوف ديالي مزيان باش المكونات ينسجموا. وغادي نوري لكم واحد الطريقه اللي غادي تجي لكم ساهله بزاف بزاف. كذلك هنا راه ضفت السكر، ضفت السكر كلاصي. بالنسبه للكميه على حسب الرغبه، انا درت زلافه نتاع السكر كلاصي، تقدروا تنقصوا اولا تزيدوا. بالنسبه للمكونات بالضبط غادي نكتبهم لكم في صندوق الوصف. صافي هنا كنخلط غير بهذه الطريقه، لانه عندي واحد الطريقه اخرى اللي كتخلي السفوف ديالي يطلق الزيت مزيان وكيتعجن مزيان مزيان. بالنسبه للطريقه اللي كنعجن بها السلو ديالي مزيان وكيطلق الزيت وكتعاونني بزاف، هي هاد اما عندكم عجانه اولا هاد الماكينه هادي اللي كيجي مع الموس ديالها واحد البلاستيكه كتلصقوها باش السلو ديالكم اولا السفوف ديالكم يتعجن، باش ما يتطحنش غير يتعجن وصافي. بهذه الطريقه كنعجن السلو ديالي مزيان مزيان في هاد الماكينه هادي اولا العجانه. فإلا ما كانش عندكم العجانه ماشي مشكل، ديروا بيديكم، بقاو تعجنوا مزيان بيديكم حتى كيطلق الزيت ديالو وكيتخلطوا مزيان المكونات. كما شفتوا معايا راه كتعجن مزيان وكتطلق الزيت، راه باقي غادي نعجنها مزيان. بعد كندير الكميات هيدا، كنكمل الكميه وكندير اخرى. بعد كنجمع كلشي بيدي، كنبقى نعجن فيه مره اخرى. كما شفتوا كيجي رائع بزاف بزاف، كيجي معلق بهذه الطريقه هذه. كما شفتوا الطريقه بخاتيك بزاف، ما كتعذبش دغيا، بطريقه اللي سريعه. صافي من بعد ما كنعاود نخلط السفوف ديالي بهذه الطريقه، كناخذ السلوفان اللي كنفرشو وكنطلق السلو ديالي باش نشكل اشكال مختلفه. اولا بالنسبه للتجميد اللي بغى يجمد السلو ديالو اولا يحتفظ فيه بالمجمد، غادي تاخذوا السلو بهذه الطريقه وغادي تبقاو تدلكوه تملسوه بالمدلك حتى كيتطلق معاكم وكي يعود السطح ديالو ملس، كيطلق الزيت ديالو كيولي معلك. صافي كناخذوا الموس اللي كنقطعوا احجام على حسب فين، على حسب البلاستيكات اللي غادي تجمدوا فيه سلو. انا غادي ناخذ الورق الخبز اللي غادي ندير فيه السلو ديالي بعد ما قطعته، وغادي نلوي عليه ورق الطبخ بهذه الطريقه هذه. تقدروا تزيدوا السلوفان من الفوق اللي حبيتوا. بالنسبه لي انا سلو ما غاديش نحتفظ به في المجمد، غادي نخليه برا في حراره المطبخ فقط، لانه ما فيش شي مكونات اللي غادي نقدر يعني غادي يخسر اولا، لانه ما غاديش يبقى بزاف. يلا عملت كيلو صافي كيجي هو هذاك. صافي هنا غادي نشكلوا شكيلات اللي مختلفه. بالنسبه هنا شكيلات اللي غادي نقطعهم مربعات صغيره باش اللي بغى ياخذ هيدا يشرب مع القهوه كتجي سهله، كياخذ واحد القطعه فقط. انا عطيت لكم اشكال اللي مختلفه باش تختاروا الحاجات اللي غادي تواتيكم وصافي، اللي غتعجبكم، شي حاجه اللي كتجي بخاتيك. كما شفتوا معايا صافي كنقطع اشكال المربعه بهذه الطريقه، كتجي سهله صراحه باش تاخذوا قطعه كتشربوها هيدا مع اتاي ولا القهوه، كتجي سهله بزاف. كما كتشوفوا سلو كيجي معلك،
كيجي غزال. كندير واحد اللوزه هيدا من الفوق، اختياري اللي بغيتو، تقدروا تحطوا غير هيداك وصافي. وكنحطوا هيدا في بلاستيكات. كذلك خديت بلاستيكات اللي صغارين اللي قسمت فيهم السلو ديالي بهذه الطريقه هذه، باش البلاستيكه اللي غادي نحل ناكلو منها ما يدخلش ليها الهواء بزاف. انا خديت واحد المول اولا اطار اللي غادي نعمر فيه سلو بهذه الطريقه. كتقدموه بهذه الطريقه هذه، كتبقاو تضغطوا عليه حتى كيولي السطح ديالو ملس، وكيطلق واحد الطبقه ديال الزيت. صافي كتقادوه فحال هكا بيديكم اولا بشي اداه. هيدا كيجي في الحطه راقي بزاف بالنسبه للسابع اولا اي مناسبه. هيدا في رمضان جا عندكم شي حد كتقدموا بهذه الطريقه، كيجي زوين وراقي. هنا خديت واحد الطبسيل اللي عملته في الوسط باش ديك اللوز ايفيلي اللي غادي ندير في الجوانب، اولا اللوز كونكاسي اللي بغيتو. عطيتكم غير فكره وصافي باش كيجينا ديك الدائره مقاده في نسو ديالها، كيجي زوين. خديت شويه ديال السكر الثقيل اللي زدتو من الفوق. والتزيين دائما كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا اللي غادي نزين بالقطعه هيدا ديال اللوز. كنحيدو ديك الاطار بهذه الطريقه، كيجي ساهل وفينيسيو ديالو كيجي غزال. كتجي غزاله في الحطه. السلو ديالنا كيكون بهذا الشكل هذا. ضروري غادي نقطعو معاكم. السلو ديالنا كيجي معلق، كيجي خطير بزاف بزاف، فيه واحد المذاق رائع ما نعاودش ليكم. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، الى فيديو اخر ان شاء الله.